هو فيها يا جماعه احنا مش عارفين نجيب جول ليه؟ جون واحد يعني، والله العظيم هيفرق معانا يعني، بصرف النظر عن التشكيله اللي انت نازل بيها كابتن معتمد، لكن بجد والله العظيم انتوا لو انتوا خرجوا الواحد عن شعوره يعني طول الشوط. انا مش عارف، عمال اقلب هنا وهنا وهنا، وده عمال يجيب جون وده يجيب اجوان، الاهلي يجيب جونين، الفار ما عرفش يلغي الانبي، ما عرفش ركله جزاء مشكوك فيها، هوب 2-1 جون لكهربا يرجع يتلغي بتاع التسلل. الناحيه الثانيه برضه سيراميكا بيسجل هدف وبيراميدز بيرجع يتعادل. الناس كلها عندها حماس الا انا، ما اعرفش ليه يعني. الناس كلها عندها حماس ونازله موته نفسها، والكل لسه بيدور، رغم ان انت المتصدر الوحيد والاول اللي المفروض انت اللي تكون راكب المباراه، انت رقم واحد، انت نمبر 1 اللي المفروض الدوري بتاعك يعني، المفروض انت اللي تنزل تاكل النجيله، المفروض انت اللي تنزل تكسر الدنيا، مش تستنى الاهلي هيعمل ايه وبيراميدز هيعمل ايه وتستناهم. لا بالعكس، ده هم دلوقتي اللي بيلعبوا حلو ومستنيك انت تشوف هتكسب ولا تخسر. يا فرحتي يا كابتن معتمد، مخبي لنا اخوان بزيرة من مين يا حبيبي؟ انت خايف يتحسد ولا في ايه بالظبط؟ ولا خايف من الاصابه ولا ايه؟ يخرب بيت الكونفدراليه اللي تعمل فينا كده يا جدعان. ده تبقى مشكله لو انت عينه ومخبيه عشان خاطر النهائي بتاع الكونفدراليه. اقسم بالله حرام. انا اللي يهمني دلوقتي الدوري ده، وان انا اروح دوري ابطال افريقيا. الكونفدراليه هتعمل لي ايه دلوقتي؟ وبعدين نفصل يا عم ما بين ده وده يا عم. اخوان بزيرة فين؟ الونش فين؟ شيكو بنزا فين؟ ايه المنظر اللي احنا نازلين بيه ده ومش شايف فيه الا الهجمه الاخيره بس، الهجمه الاخيره اللي يعني فتحت نفس الواحد، خلتني كده فايق. لكن انا مش عارف اقسم بالله، اقل مباراه بتتلعب الناحيه الثانيه بيراميدز وسيراميكا عاملين ماتش عالمي 1-1، الناحيه الثانيه الاهلي 2-0 وكان دلوقتي 2-1 بس اتلغى في الكهرباء. طب احنا فين بقى؟ احنا فين يا ابني؟ احنا كزمالك احنا لازم نكون رجاله النهارده، لازم نفرتك الدنيا زي ما بيقولوا. انا لازم الشوط الاول الشوط الثاني ده، ما هقول حاجه بس، انا ليه ما ابداش بالتشكيله الرسميه بتاعتي الاساسيه بتاعتي اللي هتنزل شيروا عرفوني ان بس اشتغل تمام. المدير الرياضي بتاع انبي قال لك احنا، المدير الرياضي بتاع انبي قال لك احنا خسرانين 1 يا باشا. انا ما عنديش مشكله، نازل مستعد للخساره، فما تستناش ان هو يكسبك او يتعادل معاك زي ما عمل معانا، ما تستناش ان هو يكسب الاهلي زي ما عمل ماتش عالمي مع بيراميدز وخسر 3-2. لا يا باشا خلاص، هم بايعين الدنيا، شكرا انا اسف. فما تستناش ده. الناحيه الثانيه بيراميدز وسيراميكا، سيراميكا بيحاول يموت نفسه، لان لو المصري فاز ماتش وسيراميكا خسر الماتش ده والماتش بتاع الزمالك، سيراميكا مش هيبقى موجود فيه الكونفدراليه، وبالتالي سيراميكا حتى لو عدى الماتش ده مش هيعدي الماتش بتاعنا، فهيبقى موت. فانت لازم نكسب الماتش ده. ما ينفعش اقول اصل بص ممكن ما اعرفش بيراميدز يتعادل، اصل ممكن ما اعرفش ايه. يا فرحتي لا يا باشا، لازم انزل اكسر الدنيا. ليه ما العبش بالاساسيين؟ العب بالفرقه اللي موجوده كلها وانزل واكسر الدنيا واجيب جون، اجيب جونين، وبعد كده اريح براحتي. لكن اجي بقى دلوقتي ممكن ما يغيرش ما بين الشوطين، تبقى كارثه. ممكن يجي يقول لك في الدقيقه 60 70 ابدا انزل، وبعد كده ما نلحقش نسجل فنيجي نقول لك بص اصل اتاخر في مش عارف في ايه. فانتوا ليه بتحرقوا دمنا يا جدعان؟ عموما تشكيل الزمالك: في حراسه المرمى مهدي سليمان، وبنتاجه محمد ابراهيم، محمد اسماعيل ما اعرفش، وحسام عبد المجيد. محمد ابراهيم بيعمل ايه يعني؟ مش يا جماعه انا مش عايز اهاجم، مش عايز اهاجم، بس انت ما تحرقش في دمي. خط الوسط: احمد فتوح وشحاته وعبد الله السعيد، ادم كايد وناصر منسي وعدي الدباغ. على الدكه في عواد، في الونش، في السيد اسامه، احمد عبد الرحيم ايشو، محمد السيد، احمد ربيع، احمد شريف، اخوان بزيرة وشيكو بنزا. يعني عندك حلول كتيره جدا يا جماعه، عندك حلول كتيره بره. نحاول ان احنا ننزل نكسر الدنيا الماتش ده، اقسم بالله مهم. طب اقول لك التقيله بقى، او اقول لك الفوله زي ما بيقولوا. انت تعرف ان سموحه لعب 4 مباريات في الجوله الجديده دي، خسرهم الاربعه، خسر الاربعه. انا عايز كل اللي موجود يخبط اللايك، وحد حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم تخبط اللايك المتين والشير، عشان عايز الفيديو ده يوصل لكل الزملكاويه، بعد اذن حضراتكم. فاخبط اللايك المتين والشير كده وما تكسلش، وانزل قول لي ايه رايك في المباراه، ايه رايك في المباراه اللي بتتلعب الثلاثه، وليه احنا اقل مباراه مع ان سموحه اقل فرقه فيهم كلهم. يا عم انت هتروح بعيد ليه؟ استنى نجيب ترتيب الدوري اهو قدام مننا. سموحه 31 نقطه، 4 مباريات، ولا كسب ولا تعادل، وخسر الاربعه. يعني انت عايز ايه تاني يا عم؟ يعني ال4 مباريات لعبهم خسرهم، يعني اظن كده مفيش اكتر من كده ولا احسن من كده. فاضل له مباراه معاكم، مباراه كمان. فاحنا عايزين، ما ينفعش يا كابتن معتمد يا جماعه. يعني احنا بنحاول والله العظيم ما نهاجمش على قد ما نقدر، وبنحاول ان احنا ما بنتكلمش سلبي، عشان الفتره دي كلها فتره دعم.
فيا ريت يا ريت يا ريت كلنا نشد وكلنا ندعم على قد ما نقدر. بس انت اعمل اللي عليك، انزل بالتشكيله الاساسيه، انزل بالتشكيله الرسميه اللي هتنزل تكسر الدنيا. الله اكبر الله اعظم. لكن قسما بالله هيبقى منظرنا وحش جدا، اقسم بالله لو احنا خسرنا الدوري ده وكمان ما رحناش دوري ابطال، اقسم بالله يبقى منظرنا زفت، هيبقى منظرنا زفت يا ابني. ده انتوا مش عارف انا والله العظيم يا جماعه على الوضعيه اللي احنا بنتكلم عليها دي. انت بتتكلم الاهلي وصل للنقطه ال50، بيراميدز 51 والزمالك 51، يعني ده حتى لو بيراميدز متعادل. فانا برضه انا مش ضامن ظروفي ايه في الماتش اللي جاي. طب وليه احط نفسي في المواقف البايخه دي ليه؟ ويا عالم اللي جاي ايه؟ تحسها عماله تضحك للاهلي كده. يا عم كفايه عليك القمه، ما انت اعتبرتها بطوله. خلينا احنا بقى يا عم في الدوري بقى ان شاء الله ننزل بس نجيب جون الاول وبعد كده نجيب التاني والدنيا تبقى زي الفل. يعني والله العظيم يا جماعه في امل، بس نقول يا رب، نقول يا رب، لان بص الواحد مخنوق خنقه ومش هينفع، مش هينفع تفضل كده، مش هينفع، انا اسف تفضل كده. اللي عايز الزمالك يكسب النهارده يخبط الله كلمتين وينزل يكتب ويقول يا رب ان شاء الله الزمالك يفوز في الكومنتات. محمد رشاد والله العظيم ما عارف اسمع المباراه، ربنا يسترها معاك يا غالي حبيبي يا محمد. ميرا ايهاب يا رب كسب الزمالك يا رب. هتخسروا لان الزمالك مش بتاع بطولات، لا ان شاء الله هنكسب يا عاطف، ان شاء الله هنكسب. بس يعني ابوس ايديكم، ابوس ايديكم، نحس ان احنا عايزين لعيبه رجاله معانا، محتاجين ان احنا نعمل حاجه يا جماعه، محتاجين النهارده ان احنا نكسر الدنيا. يعني مهم جدا يا جماعه، مهم جدا. انت لا قدر الله لو خسرت تساوي مع الاهلي بقيت 50، بقى هو كده التاني وبيراميدز الاول. يعني لو بيراميدز فاز الماتش اللي بعده خلاص كده يا باشا، حتى لو انت كسبت والاهلي كسب هم يروحوا دوري ابطال واحنا نروح. فقسما بالله حرام، سيناريو ما ينفعش يتحكي لحد. خلاص انا ضيعت كله بسبب انبي ابن الذين اللي مش عارف يعمل حاجه مع الاهلي. انبي اللي بيقول لك مديره بيقول لك احنا كده كده مش فارق معانا الدنيا والحكايه والروايه ويلا بينا نخسر ايه يا ابني؟ نخسر ايه يا جدع؟ اتقوا الله بقى يا جدعان شويه بقى، ده انتوا زهقتونا. هعمل معاكم طبعا ان شاء الله على الشوط الثاني. اللي مش متابع الصفحه قوي او مش عامل فولو، انا بتابع معاكم الثلاث مباريات، اللي بيسجل على طول، اللي بيضيع، اللي بيتلغي، اللي بيعمل، بتلاقيني منزل اخبار اول باول. فتابع اول ما يجي لك بص تخبط اللايك بتاعها، اللايك المتين، شير، علق معايا عشان خاطر الصفحه توصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين ان شاء الله. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان لسه في الواحد خلاص زوره راح، صوته راح، مفيش خالص. فعايزين ان احنا نشرب كده حاجه سخنه على السريع عشان نعرف نتكلم تاني في الشوط التاني ان شاء الله، بعد الشوط التاني، وان شاء الله نبارك للزمالك ان شاء الله بالفوز ان شاء الله يا رب.